كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. الفيديو ده باذن الله هيكون فيه اجابات لكل اسئلتكم وحل لكل المشاكل اللي عندكم في المذاكره في رمضان. هحاول ان هو ما يكونش طويل على قد ما. اول حاجه حابه بس اقول لكم الخطوط العريضه كده اللي حابه نكون متفقين عليها في البدايه، وهي ان احنا كلنا بلا استثناء في رمضان، بما ان احنا كلنا عندنا فاينل بعد العيد، وهي ان احنا عندنا 2 اولويه خلال رمضان كله، وهما العباده والمذاكره. فخلونا متفقين ان احنا كلنا خلال رمضان كله بنسعى ان احنا ننفذ الحاجتين دول، فبلاش بقى نسيب اي حاجات تانية اللي هي زي الاكل والنوم والمسلسلات تضيع علينا الحاجتين اللي هم اصلا بالنسبه لنا اهم حاجتين في رمضان كله. اول نصيحه لنفسي وليكو هي حدد اولوياتك، ان انت تفهم ايه هي الحاجات اللي انت حابب تحطها اولويه خلال رمضان كله. اغلبيتنا هتبقى اولوياته هي المذاكره والعباده، ومفيش حاجه منهم تقل اهميه عن التانية. يعني دي الحاجتين اللي احنا حابين اليوم كله يتمحور حواليها. فانت محتاج ان انت بنفسك تقسم يومك على الحاجتين دول، وبينهم بيدخل حاجتين كمان وهما الاكل والنوم. يبقى انت يومك كله متقسم على 4 حاجات: اكل، نوم، عبادات، ومذاكره. تاني حاجه هي نظم نومك، بس ما تعملش جدول. انا هفهمك اقصد ايه. الجدول ممكن يختلف على حسب الايام، وممكن يختلف على حسب الظروف، وممكن يختلف على حسب الحاله النفسيه والحاله الجسديه والحاله الصحيه وحاجات كتير جدا. لكن ايه اللي مش ممكن يختلف هو اليوم، ال 24 ساعه اللي عندك. فحاول ان انت تنظمهم على قد ما تقدر. يعني ايه تنظمهم؟ يعني الوقت اللي عندك ما يضيعش على حاجات تانية غير اولوياتك، اللي هي زي المسلسلات، زي البرامج، زي الاكل، زي النوم، الحاجات دي. ايوه، انظم يومي ازاي بقى؟ بصوا، خلينا متفقين ان انا مش هقدر اقول لكم جدول كلنا نمشي عليه، لان انت حياتك مختلفه عن حياتي، وانا عندي دروس وانت ما عندكش دروس، انا عندي كليه وانت ما عندكش كليه، انا بعرف اذاكر في وقت معين وانت ما بتعرفش تذاكر في وقت معين. كلنا مختلفين عن بعض. بس خلينا متفقين ان احسن وقتين تقدر تذاكر فيهم كميه كبيره من المذاكره هما بعد الفجر وبعد التراويح. انا بالنسبه لي بعد التراويح بتكون افضل، لان انا بكون لسه واكله وكمان مصليه التراويح، فاكلت واتحركت، فالوقت ده بيبقى كنز فعلا. طيب انا مش هعرف اذاكر بعد التراويح، خلاص مفيش مشكله، ذاكر بعد الفجر. طب انا مش عارفه اذاكر بعد الفجر، خلاص ذاكر شويه قبل المغرب وبعد كده شويه بعد المغرب. بص، ايا كان حاول ان انت تنظم يومك وتقسم مذاكرتك على اليوم كله. الوقت اللي تكون مركز فيه حاول ان انت تذاكر فيه. كان حد قال حاجه كويسه كمان، وهي انك تنظم طاقتك. يعني الوقت اللي تلاقي فيه طاقتك كويسه قوم ذاكر. الوقت اللي تحس انك هبطان فيه مش لازم الوقت ده انا لازم اذاكر فيه، خلاص يبقى انا لازم اذاكر فيه دلوقتي. انت مش بتصور، احنا بندور على الفايده في الاخر. يعني انا مركز دلوقتي وقادر اذاكر دلوقتي، خلاص ذاكر دلوقتي اي كان الوقت ده ايه. حابه بس اقول لكم حاجه كمان، وهي ان احنا معظمنا في الايام العاديه ساعات بناكل متاخر عن كده، وساعات بنروح ناكل المغرب، وساعات في ناس بتصوم اثنين وخميس، واليوم بيمشي عادي. احنا بس مصعبين الموضوع قوي عشان موضوع نفسي اكتر ما هو جسدي، او انا فعلا حاطط في دماغي اللي هو لا انا في رمضان بكون مهبط وتعبان فانا لازم اكون مهبط وتعبان. انت ممكن تكون مش مهبط وتعبان، انت بس حاطط في دماغك ان انا عشان صايم فانا لازم اكون حاسس بده. فحاول انت يعني يعني نفسيا تعدل الموضوع شويه. هقول لكم انا حاليا بنظم يومي ازاي. نبتديها من عند الفطار. بفطر وبعد كده غالبا معظمنا مش بيلحق يعني يذاكر حاجه ما بين المغرب والعشاء، فبخلص وبقوم اتوضى واصلي واصلي التراويح، وبعد كده اعمل شاي او اعمل حاجه اشربها واقعد بقى اذاكر. الوقت ده بيكون حلو جدا، وبالنسبه لي المفضل اصلا في المذاكره، واقعد اذاكر تقريبا من الساعه 10 لحد الساعه 3:30 اللي هو ميعاد السحور. طيب هل انا الوقت ده كله بقعد مذاكره؟ اكيد لا. الوقت ده ممكن تقسمه ساعه، وبعد كده في حاجه كويسه كمان كان حد قالها، وهي ان انت تذاكر ساعه وبعد كده تقرا صفحه او صفحتين من القران. الطريقه دي كويسه جدا جدا جدا، لان انت بتذاكر وفي نفس الوقت بتقرا قران، وفي نفس الوقت بتاخد بريك. لان في ناس كتير تقول لك انا مثلا باخد بريك، طب البريك ده اعمل فيه ايه؟ بلاش تقعد على الموبايل فيه، حاول ان انت تقرا فيه صفحه او صفحتين من القران، دي هتبقى حاجه كويسه جدا. بعد كده هتتسحر لو الساعه 3:30 او الساعه 4. هتخلص سحور، بعد كده هتوضى وتصلي وتقرا مثلا الورد بتاعك وتنام. حابب عندك طاقه او قادر ان انت تذاكر شويه، مفيش مشكله، ذاكر ساعه او ساعتين، ذاكر لحد ما تتعب، وبعد كده ادخل نام واصحى على الظهر مثلا، اتوضى وصلي، وبعد كده قادر ان انت تذاكر شويه، ماشي مفيش مشكله. عندك كليه او مدرسه او دروس او ايا كان روحها مفيش مشكله. المدرسه بتبقى بدري خلاص روح بدري الصبح مفيش مشكله. بعد كده ارجع تعبان شويه نام، قادر فيك طاقه شويه ذاكر، مش لاقي حاجه تعملها وفي نفس الوقت مش قادر تنام، اقرا قران، والحاجات دي. بعد كده هتخلص وهتيجي صلاه المغرب، نعيد الحاجه.
اللي عايزه اوصله لك هو ان انت ما تاخدش كلام حد اللي هو لا انا لازم انفذه دلوقتي حالا، هي قالت انا لازم اذاكر بعد التراويح يبقى لازم اذاكر بعد التراويح. هي مش كده. انا مش فاهمه حياتك زي ما انت فاهم حياتك، وانا ما عنديش الحاجات اللي موجوده في حياتك. انا عندي كليه وانت ما عندكش كليه، انت عندك دروس وانا ما عنديش دروس، انت عندك مدرسه وانا ما عنديش مدرسه. كل واحد فينا مختلف عن التاني. فحاول ان انت تنظم يومك على حسب الوقت اللي عندك، وتشوف كده بالورقه والقلم انا عندي الوقت ده فاضي امتى، او انا عندي وقت اذاكر امتى، او انا الوقت ده اقدر اذاكر فيه ايه، والوقت ده بروح فيه المدرسه مثلا او الكليه او كده. حاول ان انت تنظم يومك وتحدد اولوياتك كويس. ثالث حاجه هي القران والتراويح والعبادات. في ناس كتير بلاقيها بتقول ان هو انا ما عنديش وقت اصلي التراويح، او ما عنديش وقت اختم القران، او ما عنديش وقت، او ما عنديش وقت. حابه اقول لكم حاجه بس، وهي ان رمضان كله بيتمحور حوالين حاجتين اتنين بس، وهما العبادات والمذاكره. وانت اصلا مش هتحس بطعم رمضان غير لما تصلي تراويح وتقرا قران. فانت كده بتضيع على نفسك ثواب كتير جدا، وبتضيع على نفسك رمضان اصلا. وبالعكس صلاه التراويح اصلا بتحركك بعد ما بتاكل، فبتديك طاقه كمان. والقران زي ما قلت لكم انت ممكن تدخله بين المذاكره كمان، بدل ما البريك ده تقعد تمسك فيه الموبايل ويبعدك وتبقى مش قادر ترجع على الكتاب تاني. رابع حاجه حابه اتكلم عنها هي الاونلاين. الاونلاين في رمضان كنز حقيقي. يعني انا بصراحه شخصيا بحبذه جدا 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 في رمضان، لان انت هتبقى عندك الوقت بقى، وعندك الفيديو تتفرج عليه وقت ما انت حابب، وتنظم يومك زي ما انت حابب، وتنام وقت ما انت حابب، وتنظم يومك على حسب ما انت عايز. وكمان هترتاح من المواصلات، وهترتاح من التعب، لان انت في ناس كتير جدا بتنزل تحس انها رجعت تعبانه او عايزه تنام او مش قادره تكمل وهكذا. الاونلاين فعلا فعلا ممكن يفرق معاك جامد بشرط واحد، وايه هو؟ شرط انك تلتزم. لكن لو هتنقل دروسك اونلاين وتقعد تراكم الماده فوق الماده، وتقعد تتفرج على مسلسلات، وتقعد مع عيلتك وبلا بلا، والوقت يضيع، انا مش مسؤوله عن ده. لان انا قلت لك انك شرط ان انت تشترك اونلاين انك تلتزم. لو مش هتلتزم، او مثلا جربت اونلاين قبل كده وما التزمتش، او مشترك مع مدرس اونلاين وما التزمتش، بلاش تنقل اونلاين، لان ده هيبوظ لك كل اللي انت عملته. فاهمني كويس؟ يعني الاونلاين سلاح ذو حدين كده. هتقدر تلتزم جدا زيه زي السنتر، وهتذاكر وهتعمل كل اللي عليك، مفيش مشكله اشترك اونلاين. طيب لو مش هتلتزم ممكن يدمر لك كل اللي انت عملته. انا بحاول اكون صادقه معاكم على قد ما اقدر، يعني مش بحاول اكون اقول لكم كلام وخلاص. خامس حاجه حابه اتكلم عنها هي موضوع الموبايل. كتير مننا ما بيقدرش يبعد الموبايل عن ايده، وانا شخصيا لان انا بقعد على السوشيال ميديا كتير، فما بقدرش ابعد الموبايل عن ايدي وقت ما اذاكر صفحه وبعد كده اقوم ماسكه الموبايل اذاكر صفحه وهكذا. ايه الحل بقى؟ في حاجه عملتها بصراحه وكانت مفيده جدا بالنسبه لي، وهي زي ما قلت لكم ان انت بدل ما تاخد الموبايل في البريك تاخد قران او تقرا قران. في حاجه حلوه جدا ممكن اقول لكم عليها، وهي ان انت حاول تبعد الموبايل عن ايدك وقت المذاكره. عارفه النصيحه دي انتوا سمعتوها كتير جدا، بس هو فعلا ابعد الموبايل عن ايدك وقت المذاكره. يعني حاول تخليه في الصاله مع مامتك، مع باباك، مع اخواتك. تخليه مثلا في اخر الاوضه على السرير. انا نفسي بخليه مثلا اقوم ظابطه التايمر على ساعه، تمام، واقوم حاطاه في اخر السرير في اخر الاوضه، واقعد اذاكر. انا مش هقوم من على المكتب غير لما الساعه تخلص، يعني لما الموبايل يرن. لو حصل ايه انا مش هقوم غير لما الموبايل يرن. طيب الموبايل رن، بقوم زي ما قلت لكم اقرا صفحه او صفحتين من القران. طيب ماشي، قرات صفحه او صفحتين، عايزه اغير اعمل ايه؟ ممكن اقوم امشي في الصاله، ممكن اقوم اساعد ماما في حاجه، ممكن اقوم اعمل حاجه اشربها. ايا كان الحاجه اللي انت حابب تعملها قوم كده غير اي حاجه، بس بلاش تمسك الموبايل في البريك ده. وبعد كده اظبط 5 دقائق او 10 دقائق، وبعد كده ارجع اظبط التايمر على ساعه 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 ساعه. طيب كمان من الحاجات اللي هتساعدك جدا هي انك تجيب ستيكي نوت كده وتقوم كاتب فيها الساعه الاولى، الساعه الثانيه، الساعه الثالثه. دي حاجه هتساعدك جدا وهتحفزك جدا، وهتحس ان انت بتنجز فيها، فهتكون مبسوط وانت بتعمل صح قدام كل ساعه. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تفرق معاكم. سادس حاجه حابه اتكلم عنها هي موضوع التركيز. في حد كان بيقول انا بقعد وقت طويل اذاكر، او مش بقدر اركز، او مش بقدر اقعد على الكتاب. من اكبر المشتتات هو الموبايل، زي ما قلت لكم حاولوا تبعدوه عن ايديكم على قد ما تقدروا. تاني حاجه الميه، حاولوا تخلوا قدامكم ميه وانتوا بتذاكروا. تالت حاجه الاكل، حاول ما تاكلش جامد قوي 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 مره واحده. يعني حاول ان انت تقسم الاكل، حتى لو هتقسم الفطار تاكل حاجه كل فتره كل ساعه كده هيبقى افضل. حاجه كمان النوم، يعني في منكم ما بنامش خالص، وفي منكم بنام كتير قوي. يعني ما تنامش قليل قوي، اقل من 6 ساعات، وما تنامش اكتر من 8 ساعات. حاول تخلي الموضوع افضل كده، حاول تخلي الموضوع متوسط. لو انت عندك مشكله في ماده معينه، انا كنت عامله فيديو لكل ماده، هتلاقيهم كلهم في الديسكربشن تحت، اتفرج عليهم وان شاء الله يفيدوك يعني. بس كده.